مساء الفل. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان المشي ده اكتر حاجه مفيده ممكن تعملوها في حياتكم. مفيد جدا للصحه ومفيد لكل حاجه. فان شاء الله انا كده ابتديت رحله مشي بقالي كده بالظبط 4 دقايق او 5 دقايق. ابتديتها من عند ميدان المفارق في المقطم ورايح لحد ميدان النافوره ان شاء الله. نكمل وهريح 5 دقايق وهرجع تاني من ميدان النافوره لنفس المكان اللي انا ابتديت منه. مسافه طويله مش قليله، بس ان شاء الله ربنا يعني يجعله خير لينا وخير لصحتنا، واتمنى ان كل الناس تخلي المشي ده حاجه اساسيه في حياتها. المشي ده حاجة مفيدة جدا يا جماعة ومهمة قوي للصحة ولكل حاجة، سواء انت بقى عايز تخسس او انت اصلا رفيع. فالمشي اصلا حاجة جميلة قوي. ان شاء الله انا كده عند شارع كريم بنونة ورايا اهو. شارع كريم بنونة ورايا، ولسه كنت مصوره يعني. في اتجاهي كده لميدان النافوره. ادعوا لي بقى. بصوا الكلاب يا جدعان، ده عيب المشي بقى، ده عيب المشي في الشارع. كلاب، بصوا كلاب بلدي. يعني انا ماشي في امانه الله والكلاب البلدي بتهوهو عليا. والمشي في الشارع ده اصلا عايز ناس قلبها جامد، ما بتخافش من الكلاب يعني. بس فاللي هو انا عايز اقول لكم، لو في كلب بلدي جري ورايا انا ولا ماشي ولا بتنجان هفلق، هاخد بعضي واجري يعني. مع اني كنت بربي كلاب والله العظيم والدنيا كانت حلوه، بس برضو كلاب الشارع بقت بجحه، مش عارف حاجه غريبه كده ما تتضمنش. اقسم لكم بالله الكلاب بقت بجحه مش طبيعيه يعني. انا مش متخيل ان الكلاب بقت بالجراءه دي. انا ماشي على الرصيف اللي في النص في الشارع يا جماعه، بصوا، والكلاب مش سايباني في حالي يعني. الكلاب مش سايباني في حالي. انا مش فاهم يعني. والله العظيم الواحد عشان ياخد قرار ان هو يمشي في الشارع لوحده، ده رياضه المشي دي يعني. عايز اقول لكم ان انا فكرت 1000 مره كاني هتجوز بسبب موضوع كلاب الشارع ده. الكلاب بقت غريبه يعني، بتبقى ماشي في امانه الله ومالكش دعوه بيهم، وتلاقي الكلاب هوهوت عليك. تبقى ماشي في امانه الله، تبقى كلبه مخلفه ورامي عيالها في الشارع وبرضه تهوهو عليك. طب ما تلم عيالك يعني، لم عيالك. انت سايبه لنا عيالك في الشارع وبتهوهو علينا. خدي عيالك في حضنك، لما حد يجي ياخدهم يبقى يعضيه. لا الموضوع صعب. انصحكم بقى اللي عايز يمارس رياضه المشي دي في استاد ولا حاجه. انا مكمل لحد ميدان النافوره ان شاء الله. انا كده عند عمار البترول، بس مكمل. بس قلت اطلع عشان لو مت شهيد وانا ماشي كده بسبب الكلاب يبقى ايه، موثقها يعني، موثق الموتة. بصوا كده يا جماعه، انا عند نادي المقطم اهو. ده مسجد القدس وده نادي المقطم الرياضي اللي جاي على الشمال ده. بنزيمة موبيل اهي برضه جايه على اليمين اهي. الفكره بقى ان في كلاب محترمه يعني. شوفني وانا ماشي ما بيرضوش يكلموني.
بيبقوا مشفقين عليا عشان عارفين انا مش هقدر اجري كده وانا في الحاله دي. ما تعرفوش ولا هم اصلا اهل كرم ولا حاجه، بس انا مش هنسى اي كلب هوهو عليا وانا ماشي، مش مسامحهم. طب بصوا يا جماعه الكلب ده، طب بذمتكم انا عملت له ايه؟ اهو بيهوهو عليا. بصوا انا مش فاهم انا عملت له ايه بصراحه. كلب غريب ولوحده وشكله بينادي لي اهله. يا جدعان ده كلب، بصوا بيهوهو عليا، ده بينادي لي اهله بجد. بصوا اهو الكلب سبقني قدامه بينادي لي اهله، مش عارف. بصوا انا هعدل الكاميرا عليهم عشان لو عضوني يبقى انتوا ايه شاهدين على اللي حصل. اتفضل يا باشا. بصوا الكلب واقف اهو، وصاحبه ده هما كانوا قدام، كانوا ورا، جالي الناحيه دي ومعاه واحد تاني اهو. بصوا الكلب التاني اهو، وادي واحد اهو، يبقى كده اتنين. الله اعلم بينادوا لي مين بقى. زمان كانت الحكومه بتيجي تقتل الكلاب دي وتاكلها للاسود في حديقه الحيوان، فكان تقريبا في توازن بيئي شويه، لان الموضوع بقى زياده قوي عن حده. يعني الكلاب بقى عددها اكتر من بني ادمين، ما بقتش عددها قليل يعني، وبقت غريبه، بقت هجوميه. يعني الكلب زمان كان لما بيشوف بني ادم ماشي كان بياخد بعضه ويمشي. لا دلوقتي الكلب لما بيشوف بني ادم ماشي كانك شاري منه الارض ديت، ممنوع تمشي من الارض دي، ممنوع تعدي منها، فيفضل يهوهو عليك وبتاع. في كلاب لما بتقف لما بتقف في وش الكلب، او حتى لو مجموعه كلاب، فبياخدوا بعضهم ويمشوا. وفي كلاب تانيين لما بتيجي تقف في وشهم بتلاقي واحد منهم راح طالع هاجم عليك. لو انت قلبك مش جامد وعملت اي حركه، فانا احب اقول لك ان انت كده اتعضيت، ممكن تتقطع يعني. لان اكيد في كلاب عندها مرض صرع وسعار وبتاع، فربنا يسترها. والله بقت حاجه بايخه قوي موضوع الكلاب ده. انا كده عند بازوكا. بصوا بازوكا جاي اهو، استنى اوريهولك. استنى، مش هيبان دلوقتي، هوريهولكوا بازوكا. بصوا بازوكا يا جماعه اهو. بأمانة الله أسوأ تجربة أنا مريت بيها في حياتي الفترة اللي أنا كنت باكل من بازوكا. يعني جت عليا فترة كده كنت باكل من بازوكا، مفيش مرة أنا أكلت من بازوكا وبطني ما وجعتنيش. على طول لما باكل من بازوكا بطني بصراحة بتوجعني وكنت بتعب يعني. ممكن يكون انا اللي حظي وحش معاهم، بس لا ما اعتقدش، لان مش مره واحده، انا مفيش مره اكلت من بازوكا الا لما بطني وجعتني. مش مغص عادي، لا ده انا كنت بروح المستشفى. والله اعلم، انا مش عايز اتكلم برضو في سمعه حد ولا اكل حد. انا قررت حبيب اخويا
قررت ان انا ما اكلش من عندهم تاني يعني. ماليش دعوه بحد بقى، ماليش دعوه بحد بس. ربنا يستر على الناس كلها. بس هو الفاست فود عموما يعني مش حاجه جميله يعني. بصوا يا جماعه، ده ماركت زيدان اللي جاي ده. ماركت زيدان من الماركتات الحلوه يعني في المقطم، حاجه جميله يعني. بس وعدنان اهو، ده عدنان بتاع المقطم اهو، محل كويس جدا. وده ابو مازن بتاع الشاورما. ابو مازن محترم يعني، شغله محترم بصراحه وكويس. مفيش لما كنت باكل فاست فود شاورمات وحاجات زي كده، مفيش مره انا اكلت من عند ابو مازن وتعبت. القصه بس عندي كلها في القولون العصبي. هو ده اللي بيعمل لي مشاكل يعني. اي فاست فود كان بيعمل لي مشاكل كبيره يعني. مش فما اعتقدش برضو ان اي حد عنده قولون عصبي او الفاست فود بالنسبه له كويس. لا مفيش الكلام ده. بصوا يا جماعه، المحل ده برضو جميل قوي يعني، انا بحبه. ده محل ابو ليلى، ده محل ابو ليلى بتاع العصير بتاع المعلم انور ابو ليلى. فبصراحه من المحلات المحترمه اللي انا بحبها جدا يعني. حاجتها كويسه. بصوا يعني حاجتها مش غاليه، مش تعتبرش، لا مش غاليه، بس الجوده لا، في جوده عاليه. ف الحاجه بتبقى جودتها جميله واغلى سنه، احسن ما يبقى قليله وتجيب لي مرض. بصوا ده مول فتكات، ربنا يزيدهم يعني. بس فتكات بقى ايه، بقى مول اهو، مول تجاري. بصوا 3 ادوار، دور اول، دور تاني، ودور تالت. وده ابو حنفي بتاع فيلا التجاريين اهو. بصوا ابو حنفي اهو، كشري ابو حنفي، ربنا يزيده. هو ابو حنفي بدأها من الصفر يعني معاه، فربنا يزيده والله. ربنا يزيد الناس كلها طالما ماشيها صح. بصوا يا جماعه بقى، الشارع ده اما تخشوا تحس انك في مصيف، ما تحسش انك انت في شارع عادي. الشارع اللي جاي ده شارع السنترال. ده شارع السنترال ده كان الاول عباره عن صحراء زمان يعني. دلوقتي بصوا الشارع ده عامل ازاي، كله كافيهات. والموضوع مش كافيهات لا، ده بصوا الاضاءات، وبصوا الجمال، وبصوا النور، بصوا جميل قوي. بصوا هقرب لكم شويه، بصوا الجمال. بصوا تحس انكم داخلين شارع في مصيف يعني، شارع حيوي كده في مصيف، كله كافيهات ومطاعم. بصوا ده كده الوقت كمان ايه، اتاخر شويه. لكن لو في البدري بقى شويه، لا الموضوع هيبقى مختلف خالص. ده يا جماعه انا بعمل معاكم جوله كده وانا بتمشى. ده نادي مصر للتأمين، ده نادي مصر للتأمين اهو، اللي على يمين اللي انا عامل السور ده بتاع نادي مصر للتأمين. هوريكم دلوقتي عربية حد عامل فرشة على الرصيف، بيعمل مشويات. يعني الفرشة دي مش بتاعت حد قليل يعني، دي بتاعت واحد حبيبي واخويا عمر الجزار. ابن الحاج احمد صاحب كبده ومخ الجزار، صاحب جزاره الجزار. الناس دي يعني مش قليله،
الناس دي عندها محلات جزارة وعندها مطاعم، بس هو عمر متمسك بالعربية دي ما شاء الله عليه، ربنا يحميه ان شاء الله. ما شاء الله بتكسب يعني. بصوا بصوا يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله. ثواني بس نعدي الشارع. بصوا يا جماعة، الفرشة مش بيقف عليها ناس قليلة يعني، ما شاء الله يعني حاجة جميلة اهو. بصوا بصوا يا جماعة، فلا ما شاء الله جميل. ده نادي مصر للتأمين اهو. بصوا اهو، نادي مصر للتأمين اهو. بصوا ده ميدان مصر للتأمين، ميدان مصر للتأمين بتاع نادي مصر للتأمين. دي الصينية اهي. لا الموضوع كبير يعني، مش الشارع ده لسه هيبقى حاجة جامدة أوي وعلامة يعني. الشارع اللي جنب نادي مصر للتأمين ده، بصوا شركة النصر يا جماعة اهي، شركة النصر اهي. بصوا ما شاء الله عليها يعني. فشركة النصر من زمان المقطم ده بتاعها، مش مسجد بلال بن رباح. بصوا بصوا المسجد. طبعا يا جماعة عدي بس الصينية. كده احنا عدينا الفيلا للتجاريين ان شاء الله. داخلين بقى على ايه؟ عند كشري التحرير وكشري ابو طارق. هوريكم بقى كشري ابو طارق بتاع المقطم يعني ما شاء الله. بس عايز اقول لكم ان هو اسوأ تجربة انا جربتها في حياتي، كشري ابو طارق المقطم ده. مش حد معتدل في اسعاره، ومش حد وحتى ما فيش جودة يعني، انا ما شفتلوش جودة بصراحة. اسوأ تجربة ممكن تجربها في حياتك هو كشري ابو طارق. لما اوصل له هرجع لكم. كشري ابو طارق هوريكم بقى حاجة غريبة قوي يعني. ده كشري مين؟ بصوا كده، كشري ابو طارق. بصوا محل كشري. اهو ابو طارق بتاع الكشري ده، اللي هو اصلا بدايته من تحت من شارع شامبليون. المحل بتاع شارع شامبليون كان عربية كشري، بعد كده ربنا كرمه وفتح محل. المحل ده كان علامة من علامات الكشري في مصر، كشري ابو طارق. بصوا بقى الظاهرة في ايه يعني الغريبة. الناس مش بتحارب بعضها، الناس بتحارب ربنا. مفيش حد بيتحارب في رزقه ابدا. الرزق ده لو ايه يعني، الرزق ده لو ايه لو انت مين عمرك ما تعرف تحارب حد في رزقه. بصوا يا جماعة، ده كشري التحرير، ده كشري التحرير اهو، وده كشري ابو طارق. بصوا بصوا الفرق بينهم عمارة. طب انت ليه بصوا كشري ابو طارق اهو. بصوا يا جماعة ثواني، بصوا الفرق بينهم ايه؟ عمارة. تحرير وابو طارق اهو. طبعا التحرير غني عن التعريف، مش حد قليل. كشري التحرير مش حد قليل، لا ده ما شاء الله معروف جدا، واكله معروف، وحاجه من الحاجات الجميله يعني. كشري ابو طارق جه فتح جنب التحرير عشان يوقع الفرع بتاع كشري التحرير اللي هنا. طبعا بصوا جاد اهو، مطعم جاد اهو. طبعا ده قمه الغباء التجاري. انت مش جاي بنشاط جديد او اكله جديده او فكره جديده عشان تفتحها في مكان فاتح فيه محل كشري.
انت فاتح في مكان فاتح فيه. بص يعني، بصوا يا جماعه الكلاب دي لسه ما هوهوش عليا اهو. بصوا الكلاب، ربنا يسترها وما يهوهوش عليا. الواحد تعب يعني. فانت نرجع تاني لموضوعنا. فانت يا عم ابو طارق فاتح في مكان فاتح فيه حد مش قليل عشان انت تحاربه، وبعدين نفترض قفل، انت حاربت ربنا، انت ما حاربتش حد تاني. وبعدين معلش يعني انت ما ابتديتهاش زي التحرير. يعني التحرير اصلا معروف ان هو ليه فروع واكله مميز جدا. يعني حتى لما باكل، لما تاكل طبق الكشري عند التحرير، لا الفكره والطعم مختلفين خالص عن اي محل تاني بصراحه. المكرونه نضيفه والصلصه والشطه وكل حاجه بصراحه بتحط لك حاجات نضيفه وفيها اداره محترمه، وليه فروع بره مصر في السعوديه وفي كذا دوله. فهي مش قاصره بس على المقطم. فليه تفتح جنب لازق في كشري التحرير؟ عموما ربنا ما بيتحاربش، ربنا ما بيتحاربش. بس انا لو هتحط في مقارنه ما بين كشري التحرير وابو طارق، لا لا لا، كشري التحرير طبعا. كشري التحرير حاجه جميله جدا بصراحه. ف يعني نفس الناس تهتم بنفس، يعني بجودة أكلها وتهتم بنفسها، لأن ملوش لازمة إن أنا أحارب حد في رزقه. يا إخوانا ده محل طقطق فرع المقطم. طقطق كان محل سمك أصلا في حلوان، هو محل سمك مش كبدة ومخ بصوا طقطق أهو. اصلا في حلوان طقطق محل سمك، مش محل كبده ومخ وشاورما وكده. هو راجل المقطم قال لي واخد العصر يعني، فبدأ يفتح ايه بقى؟ بدأ يفتح شاورما وكبده ومخ طب انت وسعت نشاطك، قام عامل ايه بقى؟ اغلى اسعار في المقاطع طقطق. والله العظيم حاجه غريبه. يعني اذا كان مثلا لو مثلا كيلو الكبده ب 200 في اي محل مثلا، ما اعرفش الاسعار ايه، عند طقطق ممكن تلاقيها 300 350 320 كده. مع ان برضو كله بيعمل كبده مستورده، يعني ما فيش حد بيعمل كبده بلدي، ها؟ بس ما فيش حد بيراعي ربنا في الناس يعني، ولا بيراعي ضميره يقول لا الناس تعبانه والناس هلكانه. طب انا افكر بذكاء، الناس عايزه الحاجه الكويسه واللي سعرها حنين. ما ينفعش بقى انا اجي في ظل الظروف المحببه دي واروح عامل حاجه هي اللي بيعملها اي محل تاني وغاليه. بس يعني بص انا كده عند شارع 10 بتاع تقريبا، ده شارع 10 اللي كان فيه الاخوان اهو. ده الشارع اللي كان فيه مقر الاخوان. بصوا يا جماعه تقريبا مقر الاخوان اللي هو العماره الطويله اللي في الاخر دي، ده كان مقر الاخوان المسلمين، الجماعه المحظوره بتاعت الاخوان. بصوا يا جماعه انا كده داخل على قهوه السكريه. قهوه السكريه طبعا كل اللي عارفين المقطم عارفين ان هي علامه في المقطم، وسبينس قصادها الناحيه التانيه، وميدان النافوره في وش اهو. المسجد اللي في الوش ده المسجد اللي في ميدان النافوره. الحمد لله يعني الواحد ما حسش بتعب قوي، بالعكس الواحد حاسس براحه نفسيه جدا، وحاسس ان هو قادر ياخد نفسه
الدنيا احلى يعني. بالمناسبه عايز اوريكم حاجه. ده صوبيا الرحمن، بصوا طبعا كله عارف صوبيا الرحمن اللي في السيده زينب. ده الفرع التاني بتاعه اللي في المقطم، وفي فرع تاني قدام عند ابو ليلى اللي انا كنت وريته لكم. بصوا يا جماعه، ده سبينس اهو. استنى اوريهولكوا. بصوا ده سبينس اللي في المقطم. اوريكم برضو محل جميل قوي بجيب منه حاجتي، ومؤخرا يعني نقلت على حاجه تانية، نقلت على واحد حبيبي كده يعني، استاذ محمد الصبان. محل اوريجينال للعطور، بس انا دايما كنت بجيب حاجتي من ماء الذهب اهو. وده اجمل تجربه ممكن تمر بيها في حياتك، ماء الذهب اهو. بصراحه جميل جدا، محل جميل قوي. وقفت انا بقى عند ايه، عند محل الشيماء بتاع محل الشيماء بتاع الفول، وجبت منه ب5 جنيه بطاطس مهروسه و3 بيضات مسلوقين. عشان ايه؟ عشان اكل. طبعا انا هاكلهم حاف يعني كده واحط عليهم سلطه. بصوا يا جماعه، كنتاكي المقطم اهو، كنتاكي وبيتزا هات، وده روستو اللي في المقطم. طبعا روستو جميل يعني، من التجارب الجميله قوي اللي في المقطم اللي انت ممكن تجربها. انا كده وصلت عند ميدان النافوره. استنى كده اوريكم بقى يا جماعه ميدان النافوره اهو، بنك الاهلي اهو. بصوا كافيه السبكي، وادي بيتزا هات وكنتاكي، وادي ميدان النافوره اهو. انتم زي العسل، وشكرا انكم انتوا يعني كنتوا معايا في الرحله الحلوه دي من نيله ب60 نيله دي مع الكلاب. يلا هتوحشوني، وان شاء الله اما اجي راجع ماشي هبقى اصور فيديو تاني بعون الله وانا راجع. يلا ليلتكم زي العسل، السلام عليكم.